اهلا بيكم في الفيديو رقم 2 الخاص باثناء الانترفيو تعمل ايه. اهلا بيكم. اول خطوه ناخد بالنا منها او اول حاجه لازم ناخد بالنا منها هي البوستشرز. يعني ايه اصلا بوستشرز؟ يعني شكل قعدتي، شكل وقفتي. كده كده انت رايح الانترفيو انت بتبقى قلقان واللي حواليك قلقانين، واللي بيعمل لك الانترفيو هو ما بيبقاش قلقان بس بيبقى عارف ان انت قلقان. وانت قاعد حاول جسمك ما يبقاش متوتر، حاول تقعد قاعده انت مرتاح فيها، وخصوصا الفتره اللي بتقعد فيها قبل ما تدخل الانترفيو، لان انت لو بتقدم في شركه كبيره او بتقدم على وظيفه ناس كتير بتقدم عليها، فانتوا هتروحوا هتبقوا عدد كبير، فممكن يبقى فتره انتظارك قبل الانترفيو مده طويله، ممكن تصاب بالملل او بالتوتر او حاول على قد ما تقدر تكون هادي، تكون ريلاكس. حاول تردد مثلا في ادعيه، في ايات قرانيه او اي حاجه مقدسه بالنسبه لك تخفف عنك حده التوتر. لو انت حد بيحب يسمع مزيكا، لو انت حد بيحب ان هو يقرا كتاب، اي حاجه هي بتخفف من حده التوتر دي هتفيدك جدا. جينا بقى للوقت اللي انت دخلت فيه اوريدي خلاص عند الحد اللي هيعمل لك المقابله، وانت داخل وبتفتح الباب. قبل ما بتفتح الباب لازم تخبط، ده في حاله ان الباب مقفول. لو الباب مفتوح وانت داخل لازم تبتسم، صباح الخير، مساء الخير، سلام عليكم، ايا كان اللي انت هتقوله لازم انت تبتدي وتكون مبتسم ابتسامه بسيطه، ما تدخلش كده خالص. اوكي، خلي بالك كمان لما تيجي تقعد معظم الوقت بيبقى انت قاعد مش في وش الانترفيور، هو انت قاعد قدام المكتب بتاعه. لما تيجي تقعد اوعى تحط ايدك على المكتب، ما تحطش ايدك على المكتب. ليه؟ انتوا مش اصحاب ولا انت بتحاول تبين له ان انت حد يعني واثق جدا من نفسه. لا، الحركه دي ما بتبقاش حركه لطيفه ان انت تحط ايدك على المكتب. طيب في حاله ان انت قاعد قدام الانترفيو فيس تو فيس، يعني انت وشك في وشه، وانت قاعد وشك في وشه، وغالبا لو الكرسي اللي انت قاعد عليه الكرسي اللي هو بيبقى فيه زي عجل كتير كده، وجيت تقعد على الكرسي دوت واسمه سويفل تشير. السويفل تشير دوت الكرسي اللي بيلف والعجل، وممكن هتلاقيه مش عارف تتحكم فيه، عمال يروح يجي من كل حته. هتلاقي بين العجل فيه زي حرف الفي، الكرسي من تحت عامل زي حرف الفي. حط رجليك، قدم رجلك يمين وشمال في الحرف الفي دوت علشان تثبت حركه الكرسي، ما تبقاش رايح وجاي رايح وجاي. كمان لما تقعد على الكرسي ما تبقاش قاعد ومنتخ قوي كده ما ترحرحش قوي للدرجه دي. اظهر بعض او كثيرا من الاحترافيه وانت قاعد. حاول قاعد فارد ظهرك، قاعد مبتسم وواخد الموضوع ببساطه. انت متوتر وهو عارف ان انت متوتر. كل ما كان الموضوع بسيط كل ما كانت اجاباتك احسن وصوتك وانت بتتكلم احسن. نيجي عند نقطة الجسترز. الجسترز هي حركة الايد. حاول على قد ما تقدر ان حركة ايدك تكون في نطاق ضيق وتكون في نطاق محدود. يعني حركة ايدك كده انت قاعد كده، ما تبقاش قاعد عمال تعمل حركات كتير بايديك بتنم عن توتر. خلي حركة جسمك في نطاق محدود وبشكل بسيط وبطيء، ما تبقاش بطيء قوي وفي نفس الوقت ما تبقاش سريع قوي. خليك طبيعي على قد ما تقدر. انا لما كنت بعمل انترفيوز كان في ناس من توترها عايز يضحك او عايز يبتسم، فبيحاول ان هو يطلعها بشكل فيك، بشكل مبالغ فيه او بشكل مصطنع. فكانت ضحكته يا اما صوتها بيعلى جدا وما بيقدرش يتحكم في صوته، يا اما بيبتسم لي ابتسامه مش حلوه. ما حسيتش، بحس ان اللي قدامي بيحاول يمثل حاجه، واللي بيمثل ما انا ما بحبوش او احنا ما بنحبوش. احنا بنحب الحد الطبيعي اللي باين في تون صوته وطريقه كلامه ان هو حد بيعرف يتعامل مع اللي قدامه. لان انت ممكن لما تاخد الوظيفه ديت وتضطر ان انت تتعامل مع حد اول مره تقابله، مع مندوب شركه تانية، مع مدير شركه انت مضطر ان انت تتعامل معاه اكيد اول مره تقابله، فانت لازم تظهر بطبيعتك وفي نفس الوقت بروفيشنال، بشكل احترافي. من علامات البروفيشناليزم الاحترافيه ان انت لما تيجي تسلم على حد بتسلم عليه بشكل قوي شويه، مش قوي بس انت بتمسك ايده، ما بتمسكش طراطيف، ما بتسلمش على طراطيف الصوابع، بتدخل تسلم عليه وبتضغط ضغطه بسيطه اللي هو بتدل على الحميميه، يعني بتدل على ان انت حد مهتم بالشخص دوت او بتديله احترام. بس خلي بالك لو الانترفيور، الحد اللي بيعمل لك الانترفيو يعني هي بنت او واحده ست، اوعى تمد ايدك تسلم عليها الاول الا اذا هي اللي ابتدت ومدت ايدها. لو ابتدت ومدت ايدها انت بتمد ايدك سلام سريع وبترجع تاني، انما ما بتدخلش انت عليها مساء الخير، لا،
تعملش الحركه ديت الخطوات وديت الحاجات التريكس يعني اللي ممكن تاخد بالك منها بعيدا عن الانجليش بتاع الانترفيو نفسه. ديت التريكس اللي تاخد بالك منها وتحاول تطبقها بشكل قبل الانترفيو، تتدرب عليها علشان اثناء الانترفيو تطلع منك بشكل طبيعي. اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. استنى بارت 3 اللي هنتكلم فيه عن الاسئله بتاعت الانترفيو بالانجليش وازاي ترد عليها.